شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم يسر وعن يا كريم. موضوعنا لهذا اليوم سنتناول الاستدلال. الاستدلال أكيد هو مبحث من مباحث علم أصول الفقه، وممكن أن يشمل في نتائجه وثماره علوم القرآن الكريم أيضا، وفضلا عن علوم الفقه وسائر الأفكار والأحكام الشرعية. الاستدلال في معناه هو معرفة المطلوب الخبري، أنه حين نقول نستدل على أمر معين أي نطلب الدليل على ما يفيد معرفة الأمر المعين حكما أو معاني متصورة أو معاني مفهومة أو ما يترتب على ذلك. فالاستدلال هو طلب الدليل، ولذلك يقولون أنه أصل موضوع علم أصول الفقه هو النظر والاستدلال. النظر هو الفكر في الواقع لمعرفة ما هو، والاستدلال هو طلب الدليل لمعرفة حكم هذا الواقع. هذا محور الدوران الذي يجري عليه التفكير في موضوع الاستدلال. فالاستدلال فيه مناحي معينة، يكون أنه نستدل لتفسير الواقع من حيث هو أو ما هو، استدل لمعرفة الحكم على الواقع، والاستدلال أيضا يكون لمعرفة المطلوب الخبري للعمل بالواقع. فإذا هناك ثلاث مجالات للاستدلال. الأول هو التفكير في الواقع ما هو، يعني حين أبحث هذا ماء، هذا خمر، الواقع ما هو، معرفة الواقع ما هو. حين أقول ما هو معناه حقيقته ولازمه. الماهية هي الحقيقة واللازم. الحقيقة الشيء بذاته، اللازم ما يترتب عليه وما يتعلق به. فلذلك الجهة الأولى في الاستدلال التفكير في الواقع كما هو أو لمعرفة ما هو، من جهة اللغة، من جهة الإحساس بالواقع، كل هذه المتعلقات. أنه هناك عندنا قضية، مشكلة تريد حلا، أو سؤالا يريد جوابا، أو مسألة تريد حكما. فهذه تحديد الموضوع هو التفكير فيما هو، وهذا مطلوب، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يحكم على الشيء قبل أن يدرك معناه. يعني لا يمكن أن نقول هذا مباح وهذا حرام قبل أن نعرف الواقع ما هو. فمثلا إذا ما ميزنا أنه هذا خمر أما لا يترتب حكم عندنا، يبقى محل بحث وموضوع تساؤل. فلا بد أن نعرف الواقع ما هو، كمثال أن جبت الماء والخمر، حتى نستطيع أن نحكم. هناك في قضايا الحياة مسائل كثيرة متعلقة في معرفة الشيء ما هو حتى نستطيع أن نحكم عليه، في المعاملات، في القضايا الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، العقائدية، يعني مختلف الأمور. قبل أن نحكم على الشيء لابد أن ندرك ما هو. هذا سنأتي على تفصيل فيه أيضا في موضوع آخر. بعدين أنه لابد معرفة الشيء ما هو يترتب عليها التفكير في المطلوب الخبري كما يجب. ما حكمه؟ ما حكم هذا الشيء؟ المطلوب الخبري في الواقع من حيث المنهج في استخراجه وبوصفه حكما معينا بعد التوصيف المعرفي له. يعني هذا حكم عقلي، هذا حكم شرعي، هذا حكم تصوري، ليس بحكم ثابت. إذن لابد من معرفة المطلوب الخبري. المطلوب الخبري سيكون بين أحد ثلاث مستويات: إما التصور أو المعرفة أو الوهم. هذا معرفة المطلوب الخبري. فحتى التصور لا يخدم في الحكم على الواقع، لأنه حتى إذا حكمنا ليس فيه إثبات ولا نفي، هذا التصور. لكن المهم المعرفة، تحصيل المعرفة، أن يكون حكمنا على الشيء ثابت ونفينا للشيء ثابت، نفي الحكم عنه.
فهذا هو محور دوران الفقه، ولكن هذا محور دوران الفقه يستند إلى طريقة التفكير حتى نتوصل إلى. لذلك الإمام البزدوي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الأصول يقول كلام، يقول لابد تحصيل الفقه من 3 أمور. أولا أنه تبويب الموضوع، يعني ما هو، فلا بد من معرفة الواقع ما هو، ثم الحكم عليه بإتقان، يعني أن لا يكون الحكم غير ثابت، بإتقان نتقن الحكم على الواقع من حيث الأدلة، من حيث الإلمام بذات الموضوع. النقطة الثالثة لابد من الإيمان بالحكم، يعني ليس الحكم أن نتقن العلم فقط، ولكن لابد أن نؤمن به وبقصد العمل. فيقول إذا اكتملت هذه الأقسام الثلاثة هنا اكتمل المطلوب الخبري وصار عندنا فقها. أما دون هذه الأقسام الثلاثة، دون هذه المستويات الثلاثة، لا يحصل عندنا الفقه، وإنما تحصل عندنا معلومة، والمعلومة ليست فقه، وإن كانت هي معلومة فقهية، لكن إذا لم نفهم واقعها ما هو بإتقان وإيقان قصد العمل لا يكون الأمر على المستوى المطلوب. الأمر الثالث من حيث مفهوم الاستدلال، وهو مطلوب أيضا، التفكير في واجب الوقت من المطلوب الخبري. عرفنا الخبر، عرفنا هذا حلال، هذا حرام، هذا مندوب، هذا واجب، هذا شرط، هذا سبب، هذا مانع. ما المطلوب؟ المطلوب منا أن نعرف موقعه في العمل، لأنه حين نقول فقهنا أي مجالات العمل اتضحت عندنا. ولذلك في البداية عرفنا الفقه هو العلم بالواجب في العمل عند قيام الظنون. عرفناه في الدرس الأول، الفقه هو العلم بالواجب عند قيام الظنون. فالقضية هنا إذن أصبحت أنه ليست معرفة الشيء ما هو فقط، ولا معرفة الحكم عليه فقط، وإنما الأداء له، ما يجب في العمل من هذا الشيء. فهنا الفقه في حقيقته. ولذلك حتى نمارس هذا الفقه سواء في حياتنا اليومية أو في علاقاتنا أو على مختلف المستويات، من جهة الفتوى أو من جهة القضاء، لابد أن يكون عندنا الركن الثالث هذا للاستدلال مستحضر وقائم، وبه تكمل العملية العقلية عند الإنسان، سواء في إنشاء الأفكار والأحكام أو في تلقيها من الفقهاء والعلماء للعمل بها. فيحصل الإنتاج المعرفي في الذهن. ولذلك الفقه ليس هو المعلومة فقط. غالبا ما نقرأ في كتب الفقه مثلا التقسيمات والأحكام والكذا، صار عندنا معلومات، لكن إذا لا نعرف واقعها أين هو، كيف نمارسها في الواقع، من المسؤول عنها، في أي وقت تحصل. يعني مثلا تعلمنا أحكام صلاة الظهر على سبيل المثال، لازم نعرف أنه صلاة الظهر متى تكون، أسبابها، شروطها، موانعها، للذكر، للأنثى، للطفل، للمريض، للصحيح، لابد ما يترتب على تركها. كل هذا من المسؤول عن أدائها، من المسؤول عن المحاسبة عليها. كل هذا يتعلق في التفكير في المطلوب الخبري من جهة الأداء. لذلك يعني حين درسنا أحكام التكليف وأحكام الوضع، قلنا أحكام الوضع تستدعي أحكام التكليف، وأحكام التكليف تنسق أعمالنا في الواقع بحيث نتصرف على طريقة معينة، من بيان كيفية تنفيذ الحكم الشرعي، بيان كيفية المحافظة عليه، بيان كيفية التبليغ به والدعوة له. فإذا كل هذه الأمور ستتعلق في موضوع الاستدلال من حيث هو. الآن نأتي هذه التقسيمات للاستدلال، ما الفائدة منها؟ لماذا قسمناها إلى 3 أشياء؟ قسمناها إلى 3 مفاصل حتى نحسن التفكير فيها. أول شيء لكي نصدر الحكم على الواقع لابد أن نعرف الواقع.
كما سمعتم أو يقال أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا لابد أن نعرف الواقع. ثم الحكم، حتى نصدر الحكم لابد أن نعرف الخبر من الرسالة، من النبوة لإصدار الحكم. والنقطة الثالثة، عرفنا الحكم. لماذا عرفنا الحكم؟ لكي نعمل به. هذه تكامل هذه العناصر الثلاثة من جهة التفكير، من جهة الإقناع ووصول إلى اليقين بها، من جهة العمل، لابد منها حتى يكتمل عندنا معنى الفقه. ولذلك جئنا بمثال في تعريف الفقه لابن سراقة الموصلي، يقول: الفقه هو اعتقاد العلم، اعتقاد العلم، وليس هو العلم. اعتقاد العلم، اعتقاد العلم من أجل العمل عند ورود الظنون. ويقول أيضا هو اعتقاد العلم مطلقا لأجل العمل. فإذا هذا هو الفقه، وهذا هو موضوع الاستدلال. لكن يختلف الاستدلال لإنشاء الفكرة عن تلقي الفكرة. فأنا المجتهد حين ينشئ الفكرة ينظر بهذه الأمور على الترتيب حتى يتوصل إلى الحكم. لكن أنا بالنسبة لي طالب علم، كيف أتلقاها من الفقيه؟ أتلقاها بهذه الطريقة نفسها، بهذه الطريقة نفسها، بحيث حين يتكلم المحاضر أو الفقيه أو أقرأ في كتاب لنفسي، أحاكم القراءة، أحاكم المسموع، أنه أين الواقع الذي يذكره المحاضر، أين الحكم عليه، أين هو في مجالات العمل. أنا تناولتها الآن ضمن الكلام تناولت هذا تطبيقا أيضا، ولكن كشرح لمادة الموضوع. لذلك قلنا هذا هو الاستدلال كمدلول فكري. ما معنى مدلول فكري؟ ما فقهي. مدلول فكري معناه يجول في ذهني وذهنك، ويؤثر في حركة قلبي وقلبك، شعوري وشعورك، إحساسي وإحساسك. هذا هو المدلول الفكري. أما لو قلنا مدلول فقهي، رأسا يذهب الذهن وين؟ إلى العمل، إلى الممارسة، إلى التطبيق. ولكن هذا المدلول الفكري في حقيقته فيه جانب عملي، وهو ينظم حركة العقل. لأن العقل كما يقول الإمام الغزالي، يقول بالمستصفى، يقول: العقل حاكم والشرع شاهد. ما معنى العقل حاكم والشرع شاهد؟ العقل آلة التفكير، الشرع شاهد لإثبات، أولا لتوضيح مسار العقل في التفكير، ثم للإثبات والنفي. إذن الشاهد، يعني العقل بدون الشاهد لا يستطيع أن يفعل، سواء على المستوى الفكري أو على المستوى الفقهي. فإذن الاستدلال كمدلول فكري وما يجري فيه لمعرفة المطلوب الخبري وواجب الوقت منه في الواقع الاجتماعي للفرد والأمة والدولة والحكومة وما إلى ذلك، كل هذا مطلوب. وأما الاستدلال بالكتاب والسنة، يعني بعد أن عرفنا هذه المقدمات التي تنظم عقلنا، نأتي إلى أنه ما هي مرجعيتنا في الاستدلال، نأتي إلى تفصيل في هذا الذي تقدم. أما الاستدلال في الكتاب والسنة وما في حكمهما من حيث هو، فإنه يدور في 4 محاور. إذن موضوع الاستدلال في أصول الفقه له 4 محاور. كل محور من هذه المحاور تشكل عندنا دالة أو مثوبة أو مرجعية للتعامل الفكري مع النص. يعني الفقيه قبل أن يكون فقيها يتعامل مع النص فكريا. فكيف يتعامل مع النص فكريا؟ بهذه الطريقة، طريقة الاستدلال. فهذه المجالات أو المحاور 4 للاستدلال مهمة أن نقف عندها، وفيها تفاصيل سنأتي عليها إجمالا في محاضرتنا هذه. الأول ثبوت الخبر من الكتاب والسنة. أنا عندي مرجعية، الشاهد، أين الشاهد لحركة عقلي؟ الكتاب والسنة. فإذا لابد من ثبوت الخبر
في الكتاب من الكتاب والسنة أنه حين أقول هذا قرآن قال الله تعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل أو سكت أو هم بالشيء، يكون عندي ثبوت للخبر، صدق الخبر، وسنأتي إلى تفصيله، وهو بيان أقسام الأخبار من حيث ثبوتها. الثاني، هذا الخبر عرفناه كنص منقول لنا بإسناد صحيح. الثاني هو دلالة هذا الخبر من الكتاب والسنة. أتعامل أنا مع الدليل، فما هي دلالته من حيث هو منطوق مقول. هذا المنطوق بلسان النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمن؟ في زمن النزول، ما في كل الأزمان، يعني في زمن نزول القرآن الكريم، في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قلنا عنها في درس سابق أن حددها العلماء أن فصاحة اللسان في المدن 150 هجرية، في البوادي إلى 250 هجرية، من بعدها لا يعول على الفصاحة حتى نعرف المنطوق ودلالته بمفهوم التنزيل. يعني هو قال بلسان عربي مبين ولم يقل بلغة عربية، فأنا لابد من لمعرفة الدلالة أن أعرف اللسان العربي. فأي لسان عربي؟ هل لسان العرب إلى يوم القيامة؟ لا، ليس لسان العرب إلى يوم القيامة، لسان النزول، زمن النزول. هذه مهمة جدا، لأنه حين لا تفهم هذه النقطة ماذا يحصل كل من يأتي في زماننا وبعد زماننا وقبل زماننا بعد 150 هجرية يأتي ويقول في القرآن بعقله. هذا ليس ضابطا معتبرا. فإذا القسم الثاني أو المحور الثاني أنه هو أقسام الكلام ودلائل أقسام الكلام في زمن النزول. المحور الثالث دلالة الكتاب والسنة من حيث هما خطاب الشارع، وهو بيان أقسام الكتاب والسنة ودلالتهم على الأحكام الشرعية. هنا أصبحت ليس الموضوع لسان فقط، الخطاب الشرعي، الخطاب أكثر من اللسان. الخطاب هو المفهوم الذي أراده الله عز وجل، وهذا لا يعرفه استنباطا إلا العلماء بعد 150 هجرية، لأن عجمة الفكر واللسان بدأت تطرأ على الأمة الإسلامية بعد 150 هجرية. قبل 150 لا، هناك علماء وهناك قاعدة شعبية تستطيع أن تتعامل مع النص بفصاحة، لكن بعد 150 لا، أصبح المسألة تحتاج إلى فهم خطاب الشارع على قصد مراد الشارع. ولذلك في كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله حين يعرف الحكم الشرعي يقول هو قصد مراد الشارع في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قصده يعني ماذا يريد، ماذا أريد أنا. ممكن تقرأ النص تفهمه كما تريد، لكن هل هذا معتبر؟ ليس معتبرا. المعتبر هو أن تفهم النص كما يريد الله عز وجل، مع المقدمتين الأولى ثبوت الخبر وأقسام الكلام. فلذلك هنا جاء العلماء، سنأتي عليها في محاضرة أخرى، أنه قسموا أقسام الاستدلال بالكتاب والسنة إلى 5 أقسام نذكرها للفائدة على عجالة وليست موضوع بحثنا اليوم. أنه الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المبين، الظاهر والمبين والمفسر، والمؤول هم ممكن لأنه هو من أبحاث اللغة، لكن ممكن يدخل فيه، لأن هناك سنأتي إلى ما هو من أبحاث اللغة وما هو من أقسام الاستدلال، هناك فرق. وإن قسم من الفقهاء يعني خلط بينها، ولكن لا يضر إن شاء الله. والناسخ والمنسوخ، فصار عندنا 5 أقسام: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل المفصل والمبين غير النص والظاهر والمفسر، وأقسام الناسخ والمنسوخ. هذه هي أقسام الاستدلال، ليست هي بأمر يعني غامض أو شيء، لكن يحتاج منا إلى دقة
دقة في الفكر. المحور الرابع دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراراته على الأحكام. إذن هناك 4 محاور التي هي تفيد الاستدلال: الثبوت الخبر، أقسام الكتاب الكلام، أقسام الكتاب دلائل الكتاب والسنة، دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفهم وإقراراته. إذن هذا هو مفهوم الاستدلال. أنا أوجزت جدا، ولكن هذه التقسيمات تكون عندنا بديهية، لا سيما عند المجتهد. المجتهد أحيانا لا يذكرها لأن هي بديهية عنده، لكن طالب العلم يحاول دائما أن يستحضرها حتى تصير رياضة عنده ويصير عنده بديهية. طالب العلم أن يصير عنده بديهية هذه التقسيمات. الآن نأتي إلى المحور الأول: أقسام الخبر أو ثبوت الخبر. في هذا المحور بحث 4 مطالب من أقسام أولا أقسام الخبر، حجية الخبر، أنواع الخبر، وحمل العلم عن أهله. إذن عندنا 4 مطالب. المطلب الأول أقسام الخبر: الأخبار والإخبار. الأخبار النص، مثلا الآن أنا أخبرك، هذا خبر تتلقاه من المعلم، من الشيخ، من المدرس، من المبلغ، أنواع الذين يخبرون وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبار هو الخبر الذي تلقاه. الإخبار هو فعل الإلقاء. السؤال عن الخبر، وخبر الأمر علمه، وخبره إذا ابتلاه ليعلم حاله أيضا. والخبر النبأ. وفي الاصطلاح الخبر نوع مخصوص من النبأ، يعني الذي يهمنا الآن هو النوع المخصوص من النبأ، وليس هذه المعاني وإن كانت ترد من النبأ بالقول، وهو قسم من أقسام الكلام مخصوص بالإحساس، وهو ما يظهر على الجوارح والأجسام، ولهذا قد يستعمل في الكلام، وهذا هو الظاهر المتبادر الأذهان، وقد يستعمل في غيره. يعني الآن أنا أخبر، لكن قد بنفس الوقت ماذا على استعمل إشارة، هذا نوع أيضا من الخبر. فهذه الإشارة مساعدة لنوع من الإيحاء، الإشارة والرموز وما إلى ذلك. ولذلك يقول تخبر العينان ما القلب كاتم. أحيانا واحد يحكي معك شيء وأنت تنظر إليه أنه هذا وجل، يعني عنده شيء في داخله، محرج، خايف من شيء، متألم بشيء. إذن هناك شيء غير ما يقول، هذا أيضا نوع من الخبر. فهذا التوسم والذكاء أو الفراسة هذا مهم عند طالب العلم، أنه كثير ما يأتيك الناس بأشياء معينة ولكن أنت تنظر في الوجه وترى أشياء أخرى، هذه مهمة جدا. فالنظر في الآخر هو سمة من سمات الأذكياء، وهذه ضرورة للفقيه والمتفقه أنه ينظر في الآخر ويتوسم فيه. يتوسم الخير دائما إن شاء الله، ولكن أحيانا يتوسم ما يعانيه الآخر، وأحيانا يتوسم وليحذر من مكر الآخرين. فالفقيه هو النابه الذكي في ذلك. طبعا هنا أقسام الخبر، القسم الأول نذكر منها الخبر من حيث واقعه ما هو. يقسم الخبر من حيث واقعه ما هو إلى نوعين: خبر حسي وخبر بالقول. يعني الإخبار بالقول، الآن أنا أخبرك بالقول، وهناك خبر حسي، وقد يأتي الخبر الحسي بالقول أيضا. مثال الخبر بالقول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون. فشوف هنا يعني يخبرنا عن شيء وربطها بدلالة قوله تعالى إن كنتم تعقلون. معناها هنا في هؤلاء الذين يعني لا يؤمنون
هناك شيء معين انتبهوا عليه، لا تتخذوهم بطانة من دونكم، الإنسان فلينظر أحدكم من يخالل. فهنا العداوة الظاهرة أمر حسي معقول، أمر حسي معقول. فإذا كان الإنسان ما منتبه إلى هذه النقطة سيفوته الأمر الحسي المعقول في الآخر. يعني أنا أنظر إلى وجوهكم مثلا، كل واحد أنظر عنده حالة معينة، فهذا أمر حسي معقول لابد أن نلاحظه. من عنده تساؤل، من عنده تفكر، من الفكرة لم تصل إليه. أنتم كذلك حين تدرسون الطلاب أو كذا تنتبهون إلى هذا الأمر الحسي المعقول. ولكن هذا الأمر الحسي المعقول هنا أخبرنا الله عز وجل عنه. والنوع الثاني، مثال الثاني، الخبر الحسي. الخبر الحسي الذي يقع في ذاتك وذاتي من دون حاجة إلى يعني تفكر أحد يخبرنا. الأول المقول خبر منقول لنا ولكن يزيد انتباهنا وندرك أبعاده ويصير تكليف. ولذلك في حديث، مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدركه ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي. شوف التكملة الحديث. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هنا الخبر الحسي وين؟ في ذاتنا. فالعين تنظر، لكن إذا غض العين انتهت، لكن استمر النظرة الأولى لك والثانية عليك. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا القضية تحتاج إلى وقفة. والنفس تشتهي، يعني حتى اللي يغض من النظرة الأولى الصورة منطبعة، النفس تشتهي، لكنه من الذي يصدق أن هذه الشهوة وقعنا في الإثم أم لم نقع؟ الفرج، حركة الأعضاء. ولكن إذا كانت التقوى موجودة ما تتحرك الأعضاء، فهنا منعته تقواه. إذن هذا الخبر حسي، هذا الخبر حسي تلقيته في ذاتي، تتلقاه في ذاتك. فإذن غير الخبر القولي المقول الذي هو ينبه على الحالة. نعم. القسم الثاني الخبر من حيث صحة السند. هنا الخبر من حيث وقوعه، واقعه ما هو، أو وقوعه أو الحدث. نأتي إلى الخبر القسم الثاني من حيث صحة السند. سيأتينا أخبار مقولة. هذه الأخبار المقولة ومنها دلائل الكتاب والسنة، أخبار الكتاب والسنة، فكيف نتلقاها؟ فهنا عرفنا دلالتها من حيث المقول أو الانطباع الحسي. لكن هنا سنأتي إلى السند، سند الخبر. هل هذا الخبر ثابت أم غير ثابت؟ فيقسم الخبر من حيث وصفه بالصدق أو الكذب إلى 3 أنواع. يعني الخبر دائما حين تقول الدلالة سنأتي عليها أنه الحق والباطل، الصواب والخطأ، الصدق في التعامل معها أو الكذب. لكن هنا الخبر من جهة الإسناد، هل الخبر صادق من جهة الإسناد، يعني ليس فيه كذاب أو ضعيف أو مدلس أو واهي أو واهن أو مختلط أو ما إلى ذلك؟ فإذا صفى، إذن الخبر من حيث السند رجاله ما فيه علة، وهذا في علم الحديث ولكن نذكره على سبيل المثال. فإذا الخبر سيكون من حيث الصدق والكذب 3 أنواع: المقطوع بصدقه، المقطوع بكذبه، الذي لم يقطع بصدقه ولا كذبه. دائما من يأتينا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن متواتر، لكن أحيانا بعض الناس يقرؤون الآيات في زماننا هذا خطأ،
ويوهمون السامع، يقول لك قال الله عز وجل ويذكر شيء آخر. فينبغي أن ننتبه أنه هل هذا ما يقوله قرآنا؟ فإذا كان قرآنا حقا فهنا مسلم بقطعية الثبوت كخبر، لكن إذا كان من السنة فالأمر فيه قليل من التعقيد. فهذا التعقيد ماذا نبحث عن نوع الخبر. هل هذا الخبر مقطوع بصدقه كالمتواتر أو المشهور، حديث المشهور مقطوع بصدق معناه، أو يعني الذي فيه مرويات كثيرة أيضا بتعدد الروايات. فإذا هنا سنبدأ في بحث السند بغض النظر عن بحث المتن، لأن موضوع المتن ربما يعضد في الإسناد أيضا، لأن الحديث حين يأتي من طرق مختلفة وفيه إسناد مختلف ولكن ألفاظه متقاربة وموضوعه واحد، هنا يعضد بعضه بعضا. ولذلك تجد أنه عدد الأحاديث أنه من صحابة كثيرين يروون الحديث ولكن بألفاظ مختلفة. هذا كله يرجع إلى حديث واحد ربما، أو يرجع إلى وقائع متعددة. فأنا لازم أنظر، سنأتي على هذا بشكل تفصيل أكثر، ولكن هذا الآن ينبهني أن أنا كيف أتعامل مع السنة. إذا قلنا أن القرآن، تأكدنا من الموضوع أنه قرآن كريم، فهنا الخبر المقطوع بصدقه على مرتبتين. قطعا خبر الله في القرآن الكريم مقطوع بصدقه، وخبر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة بإطلاق. هاي المرتبة الأولى، خبر القرآن، خبر السنة الصحيحة. المرتبة الثانية خبر يعلم صدقه بالاستدلال العقلي، بالحكم على وجود الشيء من عدمه. مثل إيش؟ كقول أهل الحكمة أن العالم مخلوق لخالق، هذا مقطوع بصدقه. يعني هنا الخبر الفكري أيضا، العقدي مثلا، والعالم مخلوق لخالق. العالم هو الكون والإنسان والحياة، خبر هذا. فالعالم إذن هو هذا الواقع. هكذا. النوع الثاني الخبر المقطوع بكذبه 4 مراتب. خبر يعلم خلافه بالضرورة العقلية، كقول القائل النار باردة والسكر مر والحمض الحلو، هذا يخبرنا، ولكن هذا مقطوع بكذبه. لماذا؟ لأنه بالضرورة العقلية التي لا تحتاج إلى زيادة نظر وإلى مقدمات نظر كثيرة، أنه هذا مقطوع بكذبه. الثانية خبر يعلم خلافه بالاستدلال العقلي، هذا يحتاج إلى نظر، كقول بعض الفلاسفة بقدم العالم، أو قول بعض المتكلمين بخلق القرآن. هذا يحتاج، لأن هذه نوع من العمق الفكري والجدل الفكري، هذا يحتاج إلى عمق نظر، يعني إلى مقدمات أكثر، ما بالضرورة يعني ممكن قابلية الجدل فيها تكون. الخبر الثالث الذي مثله عادة تتوافر دواعي نقله من وجوه عديدة ولم يعرف إلا من وجه واحد، يعني الأمر مطلوب الاعتقاد به، وهذا المفروض يكون شائع بين المسلمين مثلا، ولكن لا يعرف إلا من طريق واحد. هذا غريب، فيه غرابة. يعني خبر يحتاج إلى يعني في دواعي نقله إلى توافر دواعي نقله من وجوه عديدة ولم يعرف إلا من وجه واحد، كخبر تأسيس المعتقد الإيماني. أي عقيدة عندنا طلب الشارع منا الإيمان بها لابد أن تتواتر في الأمة، يعني لا يمكن أن تأتي بشكل خبر واحد من باب تأسيس المعتقد الإيماني وليس من باب بيان المعتقد الإيماني. وهذا سنأتي عليه أنه خبر الآحاد حجة في العقائد، يتناقض مع هذا الكلام. لا يتناقض، لأن خبر الآحاد حجة في العقائد على سبيل البيان، لا على سبيل تأسيس المعرفة أو الاعتقاد. فهذا فرق.
كثر الجدل عند مقدمات أصول الدين وكتب العقائد في موضوع حجية خبر الواحد. نعم، خبر الواحد حجة في العقائد ولكن على سبيل البيان، ولكن خبر الواحد هل هو حجة في العقائد على سبيل التأسيس؟ لم يرد. يعني حتى الجدل فيه ليس واردا إلا نظريا. ليش؟ لأنه لم ترد عندنا عقيدة إسلامية بخبر الواحد. ليس هناك عقيدة إسلامية بخبر الواحد، وإنما يعني صفات العقيدة الإسلامية مثلا، أقف شوية هنا لأنه ربما هذه تصير إشكالية، أنه صفات ما يجب أن نعتقد به. أولا أنه طلب الشارع منا الاعتقاد به، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا إخبار يفيد الإنشاء. مثلا طلب الشارع منا الإيمان به. اثنين، أنه ممكن أن نفكر فيه، يعني ليس أمر لا يمكن للعقل أن يدركه بحواسه الخمسة حسب موضوعه. النقطة الثالثة أن يبتنى عليه عمل. إذا ما يبتنى عليه عمل ليس. يعني مثلا عذاب القبر، عذاب القبر ورد، هل هو محل اعتقاد يعني عقائدي نكفر الآخر عليه أم نقبله في الملة أو نخرجه من الملة، أم هو اعتقاد عملي، اعتقاد تسليم ما اعتقاد تصديقي الإنكار فيه والبحث في الإنكار والإثبات؟ لأنه ورد ولم يطلب مننا الشارع الإيمان به، وإنما ورد كتوجيه وقرائن على وكثر الجدل في هذا الموضوع، وهو لا يستحق هذا الجدل. نعم، أنا أسلم بعذاب القبر لأن أخبرني الصادق المصدوق، ما يحتاج أبحث الإثبات والنفي، لأن الصادق المصدوق أخبرني. من أبحث الإثبات والنفي صار البحث عقلي، وهو ليس موضوعا عقليا للإثبات والنفي، وهكذا. نعم. ولوازم الإيمان القطع بجزم في المسألة أو بيقين. الرابع، خبر مدعي النبوة بعد سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوع بكذبه. النوع الثالث، إذا النوع الأول صار مرتبتين، النوع الثاني 4 مراتب، النوع الثالث 3 مراتب. الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا كذبه، وهو على 3 مراتب. الأولى خبر ظن صدقه كخبر العدل، واحد نعرف عنه الخير والعدالة وصاحب عدالة ومروءة. ما معنى العدالة والمروءة؟ هذان الخلقان يمثلان شخصية المسلم، العدالة والمروءة. يعني حين نحكم على أي إنسان مننا كيف نحكم عليه؟ والله طويل قصير، جميل قبيح، غني فقير، كيف نحكم على الإنسان حولنا؟ نحكم بصفتين: عدل ذو مروءة. ما معنى العدالة؟ العدالة معناها أن يقوم بالواجبات ولا يترك واجبا، يمتنع عن المحرمات ولا يرتكب محرم. إذا ترك واجبا أو فعل محرم جرح في العدالة، هذا عدالته مجروحة، شهادته غير مقبولة. المروءة ما هي؟ المروءة أن يقوم بأخلاق مثله. فمثلا طالب العلم عليه الوقار والهيئة، وإذا جلس بترتيب، إذا قام بترتيب، إذا أكل بترتيب. فمثله ما مثل بعض الناس، عوام الناس، أنه ربما ينظر إذا قام أو جلس ليس على ترتيب طالب العلم، أو يمشي في السوق ويأكل، يتجرس، يدخن جيجارة مثلا، هذا ما يليق بطالب العلم. فأخلاق المثل إذا لم يقم بها الإنسان لمن هو مثله فهنا خرم بالمروءة. شوف، ما جرح، خرم، يعني صار ثغرة سلوكية. ولذلك مثلا طالب العلم إذا غضب ماذا نقول؟ هذا لا يليق بك، طالب علم. هذا الأصل التحلي بالحلم، تمام؟ إذا تعجل ووضع الشيء في غير محله نقول هذا لا يليق بك، يعني أنت الأصل فيك الحكمة، أن تضع الأشياء في مواضعها.
إذن هنا المعيار الخبر إذا جاءنا من إنسان عدل كخبر العدل، ولكنه يحتمل الخطأ والنسيان والسهو. العدل ممكن يخطأ ويسهو، الشيخ ممكن ما يحضر الفكرة، ولذلك قالوا ما لا يحضره الفقيه، ما لا يحضر الفقيه، فأحيانا الإنسان ينسى، هذا طبيعي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين. نعم. فإذا الخبر ظن صدقه كخبر العدل، ولكنه يحتمل الخطأ والنسيان أو السهو. السهو غير الغفلة، لأن هناك السهو نوع من السهو الذي فيه الغفلة المخلة، لكن السهو كعادي. مثال ذلك كحديث عمر وابنه رضي الله عنهما في عذاب الميت ببكاء أهله، وهذا من استدراكات عائشة رضي الله عنها على سيدنا عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. في حديث ما استدركته عائشة قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. ما هو الحديث؟ الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وسيدنا عمر أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فأم المؤمنين استدركت، قالت أنهم ليسوا كاذبين ولا مكذبين، يعني ولا نكذبهم، ولكن السمع يخطئ. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الميت الكافر لا يعذب، الميت الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه، فكأنه أسقط الكافر في هذا المجال، أو كما في الحديث. الثانية خبر ظن كذبه كخبر الفاسق والكافر، ولكنه يحتمل الصدق كخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: إنه صدقك وهو كذوب. يأتيه فيقول له: قل سبحان الله والحمد لله. الشيطان يحدث أبا هريرة في هذا الأمر، فجاء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: هو كذوب ولكن هو صدقك، يعني الخبر صدق ولكن هو فاسق كذاب. فإذا ما كل إنسان سيء نسقطه من الاعتبار، ننظر فيما يخبر. هذه قاعدة مهمة جدا عند المفكر والفقيه، وهذه سنجدها في حياتنا منسابة بإطلاق. الثالث خبر مجهول الحال، فهو مدعاة للشك بين أخذه وتركه. مجهول الحال يعني إنسان يأتي ويدخل علينا في هذا المجلس لا نعرفه ويقول كذا كذا في الخارج، فهذا محتمل مجهول الحال من جهة الإخبار ومن جهة الخبر، ولكن الاحتمال وارد فيه. فهذا النوع الثالث من القسم الثاني الخبر من حيث صحة الإسناد. فنحن حين نتعامل الآن مع أي خبر يأتينا كما ذكرنا في القسم الأول من جهات الأربعة، القسم الثاني من حيث صحة الإسناد. إذن عندنا 3 أنواع. النوع الأول مرتبتان: خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خبر يعلم صدقه بالاستدلال العقلي. النوع الثاني الخبر المقطوع بكذبه، وهو خبر يعلم خلافه، أو خبر يعلم بالضرورة العقلية، بالضرورة أو بالضرورة بالاستدلال العقلي، أو بأنه غرابة الخبر، أو خبر مدعي النبوة. الخبر الثالث الذي لم يقطع بصدقه وكذبه قلنا 3 مراتب: خبر ظن صدقه، خبر عادل، وخبر ظن كذبه كخبر الفاسق. وهذا سيرد أكثر شيء في الاستعمال، هذا النوع الثالث. القسم الثالث أنا يعني يمكن 40 دقيقة صارنا، أتوقف حتى نكمل في الدرس القادم، لأن أنتم صايمين وأنا أخذكم بالاسترسال. إن شاء الله خير.
أي نقف إن شاء الله.